السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في البروازات الجميلة دي؟ انا اللي عاملاهم البروازات دول، وبحط فيهم اي رسمة انا عايزاها. ممكن كمان تكبروا الحجم، ولو عايزين تعرفوا الطريقة ياريت تكملوا الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما شفتم في اول الفيديو كده ان انا عملت بروازات من ورق الرسم. يلا بينا اعلمكم ازاي هنعمله مع بعض. اول حاجة هعملها معاكم هي رسمة الفراولاية دي، انا اللي رسماها. تمام. ممكن تكبروا حجم الرسمة اللي انتوا راسمينها، وكل ما تكبروا حجم الرسمة هتكبروا حجم الورقة اللي احنا هنعمل عليها البرواز. ممكن كمان تستبدلوا ورق الكراسة ده، دي جلد الكراسة، ممكن تستبدلوها بورق لوحة. وهعمل كمان معاكم تاني طريقة بورق الرسم. اول خطوة هتحطوا كده الرسمة في النص وتقسموها 4 اجزاء من حوالينها، بس بشرط ان انتوا تسيبوا بين كل خط والرسمة حوالي حتة صغيرة زي ما انا سايبة كده. هنجيب كده المسطرة بتاعتنا، هنقيس نص سنتي. يعني اول حاجة هنعمل عند نص سنتي، بعد كده عند السنتي ونص، بعد كده عند الاتنين، بعد كده عند التلاتة. تمام. هعمل بقى اقول لكم هنعمل فين النص سنتي والسنتي. هنعملها هنا وهنا وهنا وهنا. هعملهم بقى كده وارجع لكم تاني. وبعد ما اقيس نص سنتي وهروح جايه مخططاهم كده. هتجيبوا بقى كده القلم وتيجوا عند الخطين اللي في النص دول، وتعملوا قطعه كده من هنا وزيها من هنا، الجنب ده والجنب ده بس برضو اللي في النص، الخطين الصغيرين اللي في النص كده. وهنيجي هنعمل كده بحيث ان هو هيدينا الشكل ده. هنوصلها بالخط اللي بعده والخط اللي بعده، بس مش هنوصل للنهايه، مش هنوصل للحته دي. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبرضو نفس الكلام هنا وهنا، كده وكده، كده وكده. تعالوا بقى اقول لكم احنا هنقص ايه. اول حاجه هنقص دي كده، ودي كمان، ودي ودي. وهنقص الحته دي اللي هي جنب الخطوط اللي احنا عملناها، الحته الفاضيه. هنقص الحته الفاضيه دي برضو، الحته الفاضيه دي والحته الفاضيه دي. تمام. هقصها بقى كده كلهم وارجع لكم تاني هوريكم الشكل. هو ده كده الشكل اللي انا عايزاه اهو كده. هاجي بقى في كل الخطوط واتني تانيتين، تانية كده لقدام من عند الخط، هتنيها تانية لقدام وتانية لورا، تانية لقدام وتانية، كل الخطوط اللي احنا عملناها. بعد بقى ما تنينا كده كل الخطوط اللي احنا عاملينها، هنيجي لما نيجي نلف دي كده، بصوا كده تعمل لنا الشكل ده. هنيجي على دي، على اللي في الجنب برضو، هتعمل لنا الشكل ده كده. هنروح جايين مدخلين دي، هندخلها هنا وهنثبتها بمسدس الشمع كده. هنعمل كده في كل الجوانب، بس اهم حاجة نكون حاطين الصورة قبل ما نعمل قبل ما نتنيهم. هنلزق برضو الصورة بمسدس الشمع، وهجيلكوا بقى في الشكل النهائي. كده بقى الشكل النهائي بتاعه بعد ما لزقته على الحيطة. ايه رأيكم؟ شكلهم والله جميل. بصوا، هو انتوا في الاول يعني هتفكروا ان هو صعب وكده والتخطيط بتاعه ومش عارفة ايه، لكن لما تعملوه اول مرة هتلاقوا ان هو سهل جدا وجميل. ايه رأيكم؟ لو عايزيني برضو اعمله لكم بالكرتون اجرب معاكم. انا لحد دلوقتي ما جربتش بتاعه الكرتون، فلو عايزيني اجربها ونعملها على صورة كبيرة، على رسمة كبيرة يعني، هبقى اجربها معاكم. واكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واكسبلور وتشتركوا في القناة. احنا الايام اللي فاتت دي ماما ما كانتش بتنزل فيديوهات او حاجة لانها مشغولة بيا وكده، لان انا هعمل عملية. ادعوا لي ان ربنا يشفيني، وان شاء الله بعد ما اعمل العملية هنزل لكم فيديوهات جميلة جدا واحسن من الاول باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.